نزل على السوشيال ميديا، ونخلي بالنا بقى صفحات الفيك، نخلي بالنا مشاهدينا الكرام في كل مكان. الفتره القادمه فيروس كورونا كوفيد 19، الفترة اللي احنا بنقول عليها كلنا ان يبقى عندنا الوقاية الاحترازية، وكل حلقة بتكلم في هذا الامر، يكون عندنا المطهرات، يكون عندنا كحولات، يكون عندنا كمامات، يكون عندنا جميع الادوية اللي بتخص هذا. خلي بالكم يا جماعة، انا بشكر معالي السيد فخامة السيد الرئيس ودولة معالي رئيس الوزراء وكل الحكومة المصرية ان خصصت موضوع الادوية في كل القطاعات الصيدلة اللي موجودة على مستوى قطاعات مصر كلها عشان يعني مواجهة فيروس كورونا. في خبر نزل امام حضراتكم قرار رئيس مجلس الوزراء، الخبر ده مفبرك. بيقول الخبر ايه بقى مع حضراتكم؟ خبر مفبرك عن تعطيل الدراسه والفعاليات الرسميه لليوم السابع. يعني اليوم السابع اللي نزله يوم 24 نوفمبر 2020، تحاسب مؤسسه اليوم السابع الصحفيه قراءها اللي هم قراءة الأعزاء من تداول مستندات مفبركة وغير صحيحة منسوبة لرئاسة مجلس الوزراء ويحمل لوجو مؤسسة اليوم السابع. ده يعني مش حامل بأن اليوم السابع يا جماعة، مش حامل اليوم السابع ولا حاجة، ماشي؟ عشان برضو اليوم السابع برضو داخل في الحته بيتكلم ان الموضوع عنده فهيعمل ترند. انا مش عارف ايه حكايه الترندات اللي حتى المواقع بتتكلم فيها. يعني كل ده انت موقع اليوم السابع، يعني انا بكن الموقع اليوم السابع وكل زمايلنا فيه كل الاحترام والتقدير، لكن انا شايف ان الخبر امام حضراتكم على الهواء ما قالوش اي لوجو اليوم السابع، بل بالعكس هو مفبرك عن طريق مجلس الوزراء. لكن هنا يعني عايزين يقولوا ان الخبر صحيح، لكن الخبر مجلس الوزراء طلعت وقالت بيان ان هذا الخبر من عدمه ليس صحيح. الخبر ده مفبرك امام حضراتكم، مفيش حاجه اسمها تعطيل العام الدراسي ولا تعطيل التجمعات على مستوى المؤسسات، بل بالعكس خبر وهمي. فانا يعني انا بتكلم في جزئيه ان طبعا المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء طلع واشاد ان الخبر ليس صحيح والخبر مفبرك. وخلي بالكم صفحات الفيك والمواقع المشبوهه اللي بتطلع اخبار زي دي امام حضراتكم. وبنشكر دوله رئيس الوزراء على القاء هذا البيان للمتحدث الرسمي والقاء على جمهورنا في كل مكان عشان يبقى عندهم خلفيه بهذا الامر، عشان ما يبقاش الموضوع واخد الشكل بتاعه الغير طبيعي على مستوى مصر. يعني الاخبار دي كلها مفبركه. على فكره مجلس الوزراء لما بيكون عندهم اخبار صحفيه، مشكورا دوله الراجل المحترم اللي لا يتوانى لحظه عن خدمه كل شعب مصر العظيم بقطاعاته بمؤسساته باهله بشعبه باهالينا في كل مكان، دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كل التحيه لحضرته ان لا يتوانى لحظه عن خدمه المواطنين. اي خبر بيطلع واي قرار بيطلع بنفسه معالي دوله رئيس الوزراء وبيلقي بيان صحفي عشان الناس تبقى عندها علم بالقصه.